عسلامة، مرحبا بكم في بيوتي باي سهلة مهلة. اليوم جبت لكم وصفة طيارة على الاخر للشعر الشايح والمطرشق اللي هو ماسك او قناع لترطيب الشعر. الماسك هذايا بديزانغريديون سهلين مهلين، وهما 3 حاجات اللي هما مغرفتين من الفازلين، 4 مغارف من زيت زيتونة، وزوز مغارف من الياغورت الطبيعي. بما اني الوصفه متاعي ما تستحقش برشا تفسير، دونك تخلطوا لي زانغريديون مع بعضهم، هذيك هي الحكايه. حبيت نحكي لكم شويه على فوائد الياغورت الطبيعي والبتروليوم جيلي اللي هو الفازلين للشعر. ان فيت الياغورت الطبيعي معبي بالبروتينات اللي هي تغذي الشعر بالكدا، وزيدا تعاون باش تنظف ان فيت تنحي لي زامبورتي ولي توكسين من الفروه نتاع الراس نتاعنا، وهكاكا يتعاون في تغذية الشعر احسن، وزاده باش ان فيت يطول الشعر زاده خير اي بلو. اما بالنسبه للفازلين، عنده خاصيه متاع ترطيب كبيره برشا سواء للجلد متاعنا او للشعر، وخاصه تاثير باهي برشا للسبليت اندز اللي هما الشعر المطرشق اللي من لوطا فايت لي بوينت هكايا فوقشو. فريمون يحسنهم بالكدا بالكدا، ويولي الشعر ماناجبل احسن من اللي كان. وبالنسبه للزيت زيتونه بالطبيعه ما تستحقوش باش نحكي لكم عليه. كيف ما تشوفوا هوني حطيت لي زانغريديون متاعي الكل مع بعضهم وخلطتهم حتى لين نتحصل على كريمه متماسكه كيما الماسك متاع الشعر نفس القوام. نحطها دونك على شعري ونلفه في بابي سيلوفان والا في شاور كاب والا في ساشي بلاستيك حتى معناها، ونخليه من نص ساعه حتى تكشي الساعتين، ومن بعد نغسل شعري عادي بالشامبوان والكونديشنر متاع العاده. هذه الطريقه سهله على الاخر، ونحبكم تجربوها على خاطر بالحق باش تشوفوا فرق كالعاده. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، ما تنسيوش تشتركوا في القناه وتتابعوني على فيسبوك وانستغرام. باي باي.